اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح التفاؤل وصباح النشاط عند بسمة وبس. وحشتوني قوي 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 قوي. اعذروني جدا 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 جدا. حبايب قلبي واحلى متابعين اللي دايما بصوا ما برتاحش كده لما بجد اتكلم وافضفض معاكم. بحس ان انتوا اكنكم سامعيني والله العظيم يا جماعه. بحس كده ان انتوا ايه اكني دلوقتي قاعدين قدامي وبتستنوا مني الجمله وبتردوا عليا وهكذا. والله العظيم ربنا يخليكم ليا ودومكم في حياتي يا رب العالمين، ونكبر ونبقى اكبر عيله على اليوتيوب، عيله بسمه وجيش بسمه اللي دايما في ظهره واللي دايما سانده، اللي دايما كل حاجه حلوه في حياته. يلا بقى حطي لي لايك وحطي لي اشتراك قمر زي كده لو ما اشتركتيش في قناتي. يا ريت تنضم لعيلتي المتواضعه البسيطه اللي مش تكبر غير بالمتابعين الامارات العسلات اللي زيكم. انا بس ايه يعني بقول لكم قدروا تعبي شويه يا جماعه مش اكتر والله. يعني ايه حسوا ان انا بتعب في الفيديو شويه وبتعب في المونتاج وكده يعني. على فكره قلت لكم والله العظيم كنت بتكلم في الفيديو الصوت كان كويس وكل حاجه بس دوشه بطريقه فظيعه بقى. يعني الناس فظيعه يا جدعان في الشارع والله. يوم الجمعه ده بيبقى بصوا تحس انه فيه هيصه كتير قوي والناس كلها عشان اجازه في البيت بقى تحس ان كلهم ايه متجمعين مع بعض. يا رب يتجمعوا كلها خير. ده ادي الفيل ده لوكا. جوزي لما بيشوفني بعمل الحركه دي بيفضل يزعل بيقول لي الكرسي مع الناس هتموت في حد. قلت له ما تقلقش ماسكاك اهي. مهما روق البلكونه دي مش شايفه لها نظافه بالاوقات. عربيه الصوت دي شكلها هتتبهدل هنا، انا لازم اشيلها من هنا خالص. تصعب عليا بصراحه وهي اصلا معموله وجميله. اصلا ابني اصلا شال الحديده اللي هي الثانيه مش عارفه اوديها لي. مالك ده فظيع ما بيسيبش حاجه على حالها ابدا والله. بصوا انا تقريبا وريتها لكم كتير والله. بصوا شايفين حلوه قوي. الناس بقى اللي بتطلب مني الفيديو مباشر اهو شايفين اللي انا شايفاه سامعه عشان تشوفوا بس عشان تعرفوا انا ما برضاش اعمل ليه اغاني بقى وصوت عالي وتحس ان انا اكني في الشارع اصلا عشان انا في شارع عمومي. احنا عربيه الصوت بقت عامله ازاي؟ حطها كده ممكن احطها بقى في اي حاجه. الشكاير دي اللي بحط فيها العيش فيها عربيه السوق عشان ايه العصفور. زي ما قلت لكم انا عندي هنا العصفور جبار يا جماعه. لو ما برضفش على طول مش هلاقي اصلا كده كده البيت عندي كده. الحاجات دي ممكن تقع على حد زي ما جوزي بيقول لي عزيزان خفه بس دي تقيله يا جماعه فيها تقل. عشان ربنا يسترها هنزلها على فكره عشان انا خايفه اصلا طالعه على بجد ممكن تقع وربنا يسترها يا رب. دوشه عاليه قوي يا جماعه. هو بيصعب عليا بقى العيش اللي في الارض ده والله. ولازم اخش اقول لهم ايه دخلوا حبايبي العيش خلوه ينشف كده ايه على الشكار بيخلوها بالمنظر ده بيبهدلوا لي الدنيا ويقعدوا يرفعوا.
والله اللي ما يعرفنيش يقول لي انت ما بتنضفيش البلكونه دي بمنظرها دي، بس طبعا الناس بقى اللي قدامي هم اللي عارفين حاجه زي كده. بيفضلوا اصلا يبصوا لي من كتر التنظيف فيها والله. انتوا دلوقتي ممكن تاخدوا بالكم على فكره، تاخدوا بالكم اللي كلامي سيدي من كده. برضه واخلصها واشيل اي حاجه كده ايه في الارض عايزاها وهرجع لكم تاني. حطوا لي لايك وتروحوا هنا على هيك. بصوا يا حبايبي انا حطيت جنرال ديتول اذا يا ربي كلور خام شويه معطر كده عشان يدي ريحه حلوه للمكان بس. طبعا ما كنتش هتكلم ولا دام جدا، بس انا بس ايه بوريك انا حطيت ايه في الارض. مش هقول لكم بقى على ريحه الانتعاش. هتقولي بتمسحي بالفرشه اسمه هقول لك عايز البلكونه يا جماعه، البلكونه. صراحه انا خايفه على الدريس بتاعي من الكلور، عشان ده كلور خام، كلور خام بس الصراحه بيخلي الارض قشطه. فكرة يا جماعه لما الارض اتمسحت بالكلور خليتها بيضه جدا جدا، كمان بتدعيك بالفرشه مش عارفه. ريحه الكلور فظيعه، بس يلا هتنزل في الارض. اه يا حبايبي احنا كده خلصنا، فاضل بقى ايه شويه الغسيل دول هنلمهم خلاص. بصوا بقى دي بقى لما فيها كل حاجه، الاثبات بتاعت الفاكهه، وده ثبت الغسيل، ثبت اسمه إيه ده البلكونه يعني اللي بينزل، والشوايه عندي والكرسي وكل حاجه تمام، عملوا لهم عاده جميله. الكرسي التاني هنا هو اتكسر بقى مرضتش كده كده ايه اشيله سبته بقى. بصوا الشارع عندنا دوشه جدا، الشارع عندنا دوشه قوي، شايفين الجو مغيم النهارده خالص. بصوا الصدى دي نعمل لكم زوم. اسمعين كلامي خالص، عماله اقول لهم اطلعوا يلا يا مازن اطلع. انا هشيل العربيه دي بقى عشان ايه اصلا كده كده ايه العفار كلها. بصوا هي بقت معفنه خلاص، هي بقت معفنه خلاص، هشيلها بقى ايه اخبار من الشنطه دي، ولو العجله نافعه هشيلها، بس هي كده خلاص هرميها. كده بقى يا حبايبي الفيديو انتهى اهو، كده يا حبايبي خلاص الفيديو خلص. يلا بقى نخش نعمل ايه فطار خفيف ظريف. بصوا لمة يوم الجمعه، ما تحرميش كده لمة ولادك في يوم الجمعه، يوم بجد والله العظيم هو يوم الجمعة ويوم الخميس، طبعا عشان اجازات، عشان طبعا الناس اللي بتاخد اجازات الجمعة والخميس، ويوم برضو المميز في يوم الجمعة اللي هو بيلم العيلة كلها في يوم الجمعة.
طبعا في عيلات يا جماعة بتتجمع يعني ايه ما شاء الله، في عيلات كبيرة جدا. وطبعا في ناس مننا كتير يعني ايه بيعملوا كده، بيتجمعوا كلهم في اليوم ده، العم والخالة بقى والجوز الخالة أحلى يوم والله العظيم. يعني أنا بالنسبة لي أنا وأخواتي وأهلي، بالنسبة لنا اليوم ده عندنا مميز أوي. ويوم بقى لما بروحش أو أخواتي مش بيروحوا بيبقى غصب عننا طبعا، بس بيبقى يوم عندنا ده بصوا مقدس، يعني اللي هو لازم نروح يوم الجمعة. ولو ما رحناش بيبقى على عنا، بيبقى فيه ظروف اللي انت بقى مضطرة اللي انت عليها يعني. بصوا بقى هو التحابيش دي كلها اللي عايزة يوم الجمعة. بصوا هي التحابيش دي بقى بهرسة الشطة النار اللي أنا عاملاها دي، البطاطس المقلية بقى يا سيدي، البيض المقلي كده بالزبدة نيوزيلندي، يا خراب يا خراب على الجمال، وشوية شاي بلبن كده قمر. ولازم بقى قلت أعمل لهم إيه شوية عصير قمر بقى. بس عملت بقى العصير النهاردة مميز شوية غير العادة بتاعي، شايفين الولاد انا بعمل حاجه قلت لهم طب استنوا التصوير، عمالين ياكلوا البطاطس يا جماعه قبل ما اقدمها. شفتوا يا جماعه اعمل فيهم ايه؟ والله العظيم عمالين يسحبوا من جنبي كده، فاكرين اللي هم بياخدوا كده من ورايا. شفتوا انا حطيت ايه في المانجا يا جماعه؟ حطيت مانجا حلوه، حطيت شويه ميه ساقعين، يجي كوبايه لبن كده. طبعا بقى على حسب العدد المانجات اللي انت بتعمليها، انا ممكن اعمل اتنين، انت ممكن تعملي واحده، على حسب انت عدد اللي عندك، ممكن تعملي ازيد او ممكن تعملي اقل. وطبعا بقى لو مفرزه مانجا براحتك. انا طبعا كان عندي المانجا دي كانت مره شويه، طبعا ولادي ما كانوش هياكلوها، وقلت ايه اسيبها في التلاجة كده، مش عينها في الفريزر طبعا، لا قلت هسيبها في التلاجة، هعملها عصير الولاد او اعمل اي حاجه تانية بيها يعني بصوا كده كده في كل الحالات هستخدمها مش عينها. بصوا بقى عملت الشاي باللبن، غليت طبعا الشاي بقى المعتاد بتاعنا الشاي الكشري، غليته وسخنت المج اللبن. ما شاء الله يا جماعة المج ده مش صغير ما شاء الله يعني وأمرت العيش وحطيت العيش بقى فين، في كيس كده، في الكيس بتاعه اللي أنا جايباه بيه وكل حاجة. قلت بقى عشان ايه يطرى، شايفين اهو بحط اللبن. أنا طبعا ايه مزودتش للولاد قوي بصراحة، والله يا جماعة بيترمي كله بعد ايه، بعد كام بق كده، قلت خسارة بقى لما يعوزوا تاني، انا كده كده بديهم بتاعي يعني. وليمون معصفر بقى والبتنجان الخطير والقرنين الشطة والبطاطس والبيض، خرابي أكلة قمر.